السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في شرح لهذا المحور اللي هو المحور الأول من درس الحق والعدالة. المحور المعنون باسم الحق ما بين الطبيعي والوضعي. إذا أولا خصنا نفهموا هذا الإشكال هذا. كنقول هل يمكن تأسيس الحق على أساس طبيعي أم أساس وضعي؟ فالأمر يبدو إشكاليا، خصوصا عندما نتحدث أولا عن التشريع، وعندما نتحدث عن التنفيذ، عندما نتحدث عن المطالبة بالحقوق إلى آخره. شكون هو الحق؟ واش نرجعوا فيه للطبيعة الإنسانية أو لا نعترف بالمتغيرات الموجودة على أرض الواقع؟ إذا الحق، واش كاينه هناك ما يسمى بالحقوق الطبيعية للإنسان، وبالتالي هي حقوق مشتركة لدى الجميع وبالتالي يجب احترامها، أم أنه يجب الاعتراف بأن كل مجتمع عنده حقوقه، عنده ثقافته، عنده الدين ديالو، عنده العادات ديالو، عنده الاتفاقات ديالو، وبالتالي ما يمكنش نفرضوا على جميع المجتمعات البشرية بأنها ترجع للحق واحد اللي هو الحق الطبيعي. إذا الحق الطبيعي بداو بالفلاسفة اللي كيهضروا على الحق الطبيعي، هما مجموعة من الفلاسفة. هادو ناخذو منهم هوبز وروسو، هما بزاف، كاين هوبز وكاين روسو وكاين جون لوك وكاين فلاسفة آخرين تحدثوا عن الحق الطبيعي، ولكن الغاية ماشي هي في كثرة الفلاسفة، الغاية هو في الفهم أول المحور، المعنى ديالو فين ماشي فيه، الحجج ديالو، علاش الحق الطبيعي إلى آخره. وبعد ذلك الفلاسفة كل واحد عنده التبرير ديالو اللي كيقدمه. إذا نمشيو لأولا الحق الطبيعي أو تأسيس الحق على ما هو طبيعي. تأسيس الحق على أساس وضعي ولا تأسيس الحق على أساس طبيعي؟ إذا نبداو كما قلت تأسيس الحق على أساس طبيعي. إذا قلت تأسيس الحق على ما هو طبيعي أو على أساس طبيعي، يعني أن الحقوق الأساسية والمبادئ الأخلاقية يجب أن تستند إلى الطبيعة البشرية والعالم المادي. هناك عدة أسباب تدعو لتأسيس الحق على ما هو طبيعي. فبعض الأسباب هي قائمة على قوانين الطبيعة. فالطبيعة تؤمن بأن هناك، أو مجموعة من الفلاسفة يؤمنون بأن هناك قوانين واضحة في الطبيعة تحكم سلوك البشر وتحتم عليهم احترام بعضهم البعض، مثل قاعدة العدل والتعاون التي تعتمد على فكرة العدل والمساواة وتعاون الأفراد في المجتمع. إذا كنرجعوا للطبيعة كنقول حشومة هذا ما عاونوش كذا، كنهضروا غير بيناتنا، كاين شي قواعد طبيعية. المساواة، علاش هو ياخذ أكثر مني، علاش كذا، علاش دائما نتحدث عن المساواة. المرأة تتحدث عن المساواة، الأطفال يتحدثوا عن المساواة، التلاميذ يتحدثون عن المساواة. منين جاء هذا الحق؟ هذا حق طبيعي. فيعتقد البعض بأن هذه الحقوق هي حقوق طبيعية تولد مع الإنسان، وعند جميع الناس عندهم دولدوا بهذه الفكرة اللي هي فكرة المساواة، فهي حق طبيعي. كاين الحاجة الثانية أساس أخلاقي. يعتبر الاستناد إلى الطبيعة البشرية أساسا أخلاقيا، حيث يعتبر أن هناك قيم ومبادئ أساسية تتجدر في الطبيعة البشرية. شكون هي القيم وشكون هي المبادئ؟ مثل الحرية والكرامة البشرية والعدل والتعاون وحماية حقوق الإنسان. البعض كيعتقد بأن هذه الحقوق فهي حقوق طبيعية للإنسان، وهي مبادئ أخلاقية مثل الحرية والكرامة البشرية. ما يحتاج فينا ما كيبغيش ما يعيش شي حر. الحرية شي حاجة اللي مهمة. ممكن شي واحد يقول لك ما تعيش حر، نعطيك الدنيا كاملة ولكن ما تبغيش هي أنك تعيش حر. حتى الحيوانات وكتبغي الحرية. الطائر إلا حبستيه في القفص ما كيبغيش. الحرية فهي شيء طبيعي في الإنسان،
شيء طبيعي في الإنسان. وبالتالي فيعني لا بد القاعدة كتستند على أن هذه حماية أخلاقية. يعني علاش خصنا نرجعوا ونأسسوا الحق على ما هو طبيعي. هذه مرجعية أخلاقية من الأخلاق، خصنا نحترموا كرامة الإنسان، وخصنا نحترموا الحرية ديالو، ونحترموا الحقوق ديالو، الحق في الحياة إلى آخره. إذا النقطة الثالثة استنباط حقوق الإنسان. يعني هنا كنلقاو أن البعض يعتقد أن حقوق الإنسان ليست مجرد اختراعات اجتماعية، بل هي قواعد أخلاقية وقانونية تستند إلى الطبيعة البشرية. وفقا لهذه الرؤية، فإن الحقوق الإنسانية مثل الحق في الحياة والحرية والكرامة البشرية ينبغي أن تكون مكفولة لجميع الأفراد بغض النظر عن اختلافاتهم الثقافية والاجتماعية. هذا مبرر آخر كيخلينا يعني ناديو ب يعني تأسيس الحق على ما هو طبيعي. علاش؟ هذه دائما تهضروا على ما يسمى بالحقوق الطبيعية للإنسان، للبشرية كلها. ما كنكتفيوش بدولة، بل هناك منظمات ديال حقوق الإنسان اللي كتطالب احترام حقوق الإنسان في أي بلد كيفما كان في العالم. دائما ملي كتشوف شي حاجة ما محترمش فيها الكرامة الإنسانية، ما محترمش فيها الحق في الحرية، ما محترمش فيها شي حاجة الحق في المساواة، ما يسمى بالحقوق الطبيعية، فإن هذه الجمعيات دائما أنها تحتج وتنادي باحترام الحقوق الطبيعية اللي سميت في مبادئ الحقوق حقوق الإنسان. حقوق الإنسان لأنها طبيعية، لأنها لجميع الناس، ليست لفئة اجتماعية أو لمجتمع معين. إذا القاعدة الأخرى هي قاعدة لحماية الفرد. تأسيس الحق على ما هو طبيعي يمكن أن يكون ضمانا لحماية حقوق الفرد من التعدي والظلم. فعندما يكون للأفراد حقوق أساسية مكفولة بناء على طبيعة البشرية، يكون لديهم أساس قوي للدفاع عن أنفسهم وتحقيق المساواة والعدالة في المجتمع. إذا هذا كنحميو الفرد، ملي كنحميوه من القوانين الظالمة اللي تقدر تكون ظالمة من أي جهة كيفما كانت، من يعني من مثلا دولة اجتاحت دولة مثلا في الاستعمار، كتدخل يعني ما كنلقاو أن هناك حيف في حقوق الفرد، وكنلقاو تمييز ما بين فرد وفرد آخر. لا سيدي، الناس سواسية، خصنا يتعاملوا بالمساواة. وكذلك داخل الدولة الواحدة ممكن أن الفرد ما عندوش الحقوق الطبيعية. الإنسان مثلا ما عندوش السبيطار، يعني عنده هو يطالب بالحق في الحياة، ما تخليش الإنسان يعني يموت إلى آخره. ولهذا لا بد من الصحة فهي حق نطالب به. علاش؟ لأن حق من حقوق طبيعي الإنسان اللي هو الحق في الحياة. هذا هو اللي غادي يخلينا التبرير. حماية الفرد من الظلم ومن كل شيء، فهي حقوق يجب على السلطة كيفما كانت أن يعني تحترمها. إذا مع ذلك يجب الإشارة إلى أن هناك اختلافات في وجهة النظر حول مصدر الحقوق وأساسها، والبعض قد يروج لأفكار أخرى مثل تأسيس الحق على المبادئ الدينية أو الثقافية أو التشريعات القانونية المؤسسة أو المؤسسة يعني واحد النظام معين. إن تأسيس الحق على ما هو طبيعي هو وجهة نظر فقط، ولا يعني بالضرورة أنه الرؤية الوحيدة المقبولة. إذا ما كنقولوا يجب الإشارة إلى هناك اختلافات في وجهة النظر حول مصدر الحقوق وأساسها، والبعض قد يروج لأفكار أخرى مثل تأسيس الحق على المبادئ الدينية والثقافية. هنا كنهضروا على ما يسمى بالحق الوضعي. الحق الوضعي شنو الوجهة ديالو؟ الوجهة ديالو هو احترام الخصوصيات ديال المجتمعات. كل مجتمع عنده مبادئ الدينية وعنده المبادئ الثقافية ديالو وعنده خصوصيات ديالو، أعرافه، تقاليد، اتفاقاته. وبالتالي علاش غادي نفرض على واحد المجتمع واحد الحقوق اللي هي كونية باعتبار أنها حقوق طبيعية؟ كاين واحد المجتمع متفق على شي حقوق، إذا الحق هنا خصو يكون هو الحق الوضعي وليس الطبيعي. الوضعي بمعنى وضعه الإنسان، الوضعي يعني كاين في المجتمع، في ثقافة المجتمع، ما تولدش معنا هذا الحق الوضعي. هذا هو المفهوم ديال الحق الوضعي. يعني مثال من الامثله مثلا ما يعني
علاش غادي نفرض مثلا في دولة إسلامية نقول المساواة في الإرث مثلا؟ المساواة في الإرث، المجتمعات الإسلامية هي مجتمعات عطات للرجل أنه يعني يتكفل بالواجبات، يعني الواجبات المال ديال الزوجة ديالو والأم ديالو والأخت ديالو والجميع، والرجل قوام على النساء والرجال قوامون على النساء. القوامة هنا تعني أن الرجل يجب أن يحمي زوجته وأولاده وأبناءه يعني أخواته وإلى آخره، جميع أي مرأة. الرجل يعني كلف في الدين الإسلامي بأنه خصو يكون عنده يعني هو اللي يصرف على هذه المرأة ما أمكن. إلا كان عنده هو اللي يصرف، هو الأول، هو اللي غادي خصو يعمل هذه المسألة هذه. إذا هنا كنهضروا على، إلا قلنا المساواة هنا، إلا درنا المساواة في الإرث، هذا الرجل كنكونوا كنظلموه. إذا كاين اتفاق اجتماعي كبير على هذه النقطة، إذا لماذا لا نتحدث على أن الحق هنا هو الإيمان بالاختلافات وبالفوارق واحترام ثقافة الشعوب واحترام مبادئها الدينية. إذن هكذا يعني كنتقلوا لواحد نقطة أخرى، وهي اللي كتقول تأسيس الحق على ما هو وضعي وليس على ما هو طبيعي. إذا هذا تأسيس الحق على أساس وضعي يعني نعاود مرة أخرى كيعني أن الحقوق والقوانين تتأسس وتنشأ وفقا للظروف والاحتياجات الراهنة للمجتمع. هناك عدة أسباب تدعم هذا الرأي. السبب الأول تغير الظروف والتطور، فيتغير المجتمع ويتطور مع مرور الزمن، وبالتالي فإن الحقوق يجب أن تتأقلم مع هذه التغيرات من خلال وضع الحقوق والقوانين بناء على الواقع الراهن واحتياجات المجتمع. يمكن ضمان أنها تتكيف وتتغير مع التحولات في القيم والتوجهات والتكنولوجيا. ما يبقاش إلا هضرنا على الحق الطبيعي كنهضروا على حق ثابت ما كيتغيرش. لا سيدي، المجتمعات كتغير، يعني المجتمعات ما كتبقاش ثابته، بمعنى الواقع كيتغير، وإلا تغير الواقع راه خصو يتغير حتى الحقوق إلى آخره، ما تبقاش قاعدة ثابتة. وبالتالي هنا احترام الواقع، ملي كنقول الحق الوضعي فاحترام تغيرات الواقع. النقطة الثانية مرونة وتكييف. كيفاش؟ يعني تأسيس الحق على أساس وضعي يمنح المجتمع مرونة في التعامل مع التحديات الجديدة والمتغيرات. يمكن إصلاح القوانين وتعديلها لتلبية الاحتياجات المستجدة وحل المشكلات الناشئة حتى يتيح للمجتمع التكيف مع التغيير وتحسين الظروف القائمة. إذا النقطة عندها علاقة بالنقطة الثانية، إذا ما نكونوش متعصبين واحد الحقوق معينة، لابد من نعملوا واحد شوية ديال المرونة وديال التكيف مع الظروف الراهنة. النقطة الثالثة تعددية المجتمع. تأسيس الحق على أساس وضعي يسمح بالتعامل مع تعددية المجتمع واختلاف القيم والثقافات والمعتقدات بين أفراده. يمكن تطوير نظام يحترم حقوق الأقليات ويوفر المساواة والعدالة للجميع، وذلك بالنظر إلى الوضع والظروف المحلية. إذا تعددية المجتمع فيه ثقافات متعددة، إذا خصنا كل هادو عندهم دين. مثلا في أوروبا كنلقاو مجتمع مكون من ديانات متعددة، كاين اللي عنده دين بدين الإسلام، وكاين اللي دين بدين اليهودية، وكاين اللي دين بالمسيحية إلى آخره. إذا ملي كنهضر على الحقوق يجب يعني من هذا المنطلق ما أمكن احترام الأقليات. كل عنده دين ديالو خصنا نحترموه. مثلا إلى آخره. مثل الأذان في أوروبا ما يمكنش نوقفوا الأذان نقولوا بأن الأذان فهو يزعج، كما كاين بعض المتشددين بأنه يزعج وكذا إلى آخره. لا، هذا الحق ديال المسلمين خصنا نضمنوه، كما اليهودي خصنا نضمنوا حق بعض الحقوق اللي هي متأصلة في الدين ديالو، وبالتالي ما يمكنناش نغيروها بتاتا، وبالتالي خصنا نآمنوا بالحق الوضعي.
الحاجة الرابعة الديمقراطية والشرعية. فتأسيس الحق على أساس وضعي يعكس مبدأ الديمقراطية والشرعية. يتم وضع القوانين واتخاذ القرارات القانونية من خلال عملية ديمقراطية، حيث يتم استشارة المواطن والمشاركة العامة في صياغة السياسات والقوانين. هذه النقطة عندها علاقة بالديمقراطية. كيفاش الديمقراطية؟ ملي كنهضر على الحق الطبيعي، الحق الطبيعي راه كنهضر على الحق ثابت، ولكن ملي كنهضر على الديمقراطية والشرعية، الشرعية شكون اللي عطاها هذه الحقوق؟ هو الاتفاقات اللي دابزنا عليها سياسيا، ناقشنا، اتفقنا، صوتنا. إذا هذه الحقوق، الحقوق خصها تنطلق من أرض الواقع، يعني عندها واحد الشرعية ديمقراطية، فلا يمكن أن تفرض بعض الحقوق على شيء آخر. مثلا نهضروا على يعني في مجتمع إسلامي، ممكن نقولوا بعض اليهود واش نفرضوا عليهم الحقوق الأخرى؟ لا سيدي، خصنا ندابزوا عليها ونتفاوضوا عليها ونصوتوا عليها، ومن يصوتوا عليها فذلك هو الحق. الحق كيستند إلى أرض الواقع، المتغيرات، الاتفاقات، الصراعات. المهم داكشي باش غادي نخرج. إلى ما كانش هكا غادي تكون شي شوية حسب التصور كتكون الديمقراطية والشرعية يعني مهزوزة، يعني ما عندهاش داك الغطاء. يعني هذا الحق ما عندوش المظلة الديمقراطية، وما عندوش يعني هاد المظلة ديال الشرعية اللي كتخليه قوي وقوي بزاف. ومع ذلك يجب أن يتم تأسيس الحق على أساس وضعي بحذر وبالتوازن. يجب أن يكون هناك إطار قانوني ثابت وقواعد أساسية تحدد الحقوق والحريات الأساسية للأفراد وتضمن حمايتها، مع الاعتراف بالحاجة إلى التعديلات والتحسينات المتواصلة. بمعنى بغينا ولا كرهنا، راه بعض الحقوق اللي هي حقوق قارة، هي حقوق نعتبرها طبيعية ما أمكن، فراه لا بد تبقى دائما يعني كما ملنا لجهة الحق الوضعي كنلقاو أننا كنميلو كذلك الحق الطبيعي. إذا هذه هي النقط الأساسية اللي يمكن نهضروا عليها داخل هذا المحور. الفلاسفة بطبيعة الحال، الفلاسفة اللي يهضروا على الحق الطبيعي كاين هوبز وكاين جون جاك روسو. هوبز اعتبر الحق اللي خصنا نحترمه هو الحق في الحقوق الطبيعية، الإنسان شرير بطبعه، وبالتالي الحقوق الطبيعية اللي عنده هي الحق في الحياة و الحق في الحياة، ثم الحق يعني في الحرية. ولكن الحرية ما يمكنناش نهضروا على الحرية المطلقة، لأن الحرية المطلقة ما تعطيش الحق في الحياة. إذا يجب الاعتراف بأن الإنسان قد تنازل على حقه في الحرية المطلقة باش يضمن الحق في الحياة، وهذا الحق في الحياة كيخلينا نعيشوا في حقوق جديدة اللي هي الأمن والسلام، ويعني إنشاء حقوق جديدة اللي هي مثل الحق في التجول، الحق في الملكية اللي ما يمكنش تكون في حالة الطبيعة. إذا ملي كيتنازل الإنسان على الحق في الحرية المطلقة كيكسب الحق في الحياة اللي هو حق طبيعي، وكيكسب مجموعة من الحقوق. ملي كتنازلوا بطبيعة الحال الدولة، كل واحد فينا كيتنازل الدولة. إذا ملي كتجي الدولة ما بقاش شي واحد عنده يعني الشرعية باش يهضر بأنه يجب أن يتحدث عن الحرية المطلقة. نعم نخليو لك الحرية كاينة، ولكن نخليو لك الحرية الغير مؤذية. الحرية المؤذية كيتنازل عليها الجميع. وشكون هي الحرية المؤذية؟ أن أفعل ما أريد في اختلاف مع القوانين التي يتم تسطيرها. روسو كيعتبر هذه الحقوق هي الحق في الحرية كذلك، والحق في المساواة، لأن الإنسان خير بطبعه وكان الجميع متساوي مع الجميع في حالة الطبيعة. ما تنشأتش التفاوتات بين الناس إلا بعد ظهور الملكية الفردية. الملكية الفردية هي عطات التفاوتات، هذه ديالي والآخر ديالو والآخر ديالو، حتى وقعت تفاوتات في الملكية وفي الثروات وهي اللي عطات الصراع. ولكن ملي كتجي الدولة خصها تعرف بأن الحق في المساواة هو حق طبيعي والإنسان ما يتنازلش عليه، وبالتالي على الدولة أن تضمن الحق في المساواة للجميع في الحقوق. ويعني حتى في الواجبات خصها تكون مساواة، وفي الحماية وفي العقاب إلى غير ذلك. ولكن الوضعيين تجاه المعاكس أن يعتبروا بأن الحقوق الطبيعية ما خصهاش تكون هي المبدأ والأساسي، بل يجب على الدولة أن تحترم خصوصية الشعوب، ثقافتها، مبادئها الدينية،
ودليله في ذلك هو الدليل الأول هو اختلاف الفلاسفة في تحديد الحق الطبيعي. فكل فيلسوف يقول هذا هو الحق الطبيعي، وبالتالي بالنسبة لهم فهذا تصور ميتافيزيقي ليس واقعي، فلا وجود لحق طبيعي بهذا يعني من الناحية العقلية يصعب تحديده بهذه الكيفية، فهي فقط إنتاج خيال العقل البشري، والحق هو الموجود في أرض الواقع والذي يجب احترامه. الدليل الثاني هو يجب احترام ثقافة الشعوب ودين يعني دياناتها ومبادئها من أجل تأسيس الحق. إذا تحياتي وأشكركم على تفهمكم، وإلى المحور القادم والدرس القادم إن شاء الله.